بلغ 40 سنة أوحى الله تعالى إليه وكلفه بدعوة فرعون إلى الدين الحق وترك الكفر والظلم، وأرسل معه أخاه هارون عليه السلام نبيا. لكن فرعون وقومه قابلوا الدعوة إلى التوحيد بالسخرية والاتهامات الكاذبة. ولمزيد من العصيان استقر رأي فرعون وقومه على إقامة التحدي بين السحرة وبين موسى، فجمعوا كل قوتهم التي هي فوق السحر والبشر، فآمن السحرة وكثير من الناس. لكن فرعون لم يتق الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام، فكذبه وأراد هلاكه. فأغرق الله فرعون وقومه في البحر، ونجى موسى وقومه. وأوحى الله إلى نبيه موسى كتابا هو التوراة، فيه فرقان وذكر وموعظة وتفصيل لكل شيء. ومع مرور الزمن انحرف بعض الأتباع عن الوحي الذي جاء به موسى عليه السلام، وحرفوا التوراة. وأرسل إلى بني إسرائيل بعده عدد من الأنبياء يقومون عليهم بوحي الله، حتى بعث عيسى عليه السلام. كان ميلاد عيسى عليه السلام آية تفوق تصور البشر. خلقه الله تعالى بكلمة واحدة كن، فكان كلمة الله ليكون رحمة للناس. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم أوحى الله إلى عيسى عليه السلام بوحي من عنده هو الإنجيل، مصدقا لكتاب موسى عليه السلام، وفيه هدى ونور. فدعا بني إسرائيل، لكن أكثرهم كذبوه وآذوه، وأما الذين آمنوا به فأصبحوا نصارى. ومع مرور الزمن انحرفوا عن الدين الذي أوحاه الله إلى موسى وعيسى عليهما السلام، واتخذ أكثرهم مع الله إلها آخر وحرفوا نصوص الوحي. وعادت الأرض والقلوب تئن من الشرك والجهل والعدوان، وتطلعت إلى نبي ووحي يحيا به العالم. فمن النبي القادم وما الوحي الجديد؟ حياكم الله في قاعة حراء. هذا المجسم الذي أمامكم يا سادة يحاكي جبل حراء. والآن نتعرف معلومات جغرافية عن هذا المجسم. جبل حراء بأفعاله الطبيعية وشكل الغار كما هو موجود على الجبل تماما. تفضل سيدتي من هذا المكان. النبي صلى الله عليه والله عنها من أعظم نساء قريش، بل كانت أم لجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عاد إبراهيم رضي الله عنه، وهي أحب النساء للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه قائلا إني رزقت حبها. لماذا؟ لأنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تملك، بقلبها وعقلها، وجادت أيضا بمالها. فما أن جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغار بهذا المشهد العظيم، إلا أنها كانت رضي الله عنها كانت مطمئنة ومبشرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أبشر والله لا يخزيك الله
أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق. فنالت رضي الله عنها الشرف العظيم بأنها كانت أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر هذا الوحي في بقاع الدنيا كلها. نحمد الله. وكل بتبليغ الوحي من الله تعالى. التقى جبريل عليه السلام مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجبل. صار فوق الجبل اللي على اليسار هذا هو جبل حراء اللي فيها غار حراء. بإمكانكم الآن يا سادة الصعود إلى غار حراء عبر هذا الطريق الجديد اللي تم افتتاحه قبل عدة أيام. نختم هذه الرحلة يا سادة يا كرام بآية قرآنية قال الله تعالى لنبيه موصيا له بالذي أوحي إليك إنك على الصراط المستقيم. نسأل الله أن يجعلنا متمسكين بهذا الوحي. سعداء جدا لزيارتكم معبر الوحي، إن شاء الله استمتعتم معنا في هذه الرحلة. دعونا الآن ننتقل بكم جميعا إلى آخر محطة من محطة المعرض. ان شاء الله استمتعتوا معنا. ما شاء الله، شكرا لكلامكم الطيب. حياكم الله اولا في معرض الوحي، حياكم الله في اخر محطه من محطات المعرض. هذا متجر خاص بالمعرض. لدينا هنا عده اقسام، بدايه من ركن حراء فيه المنتجات المرتبطه بالمكان. ايضا بامكانكم توثيق ذكراكم في هذا المكان والكتابه والنحت على اغلب المنتجات، سواء سجاد، حافظات حراره، اكواب. لدى ركن خاص بالنحت والخط اليدوي. ايضا يا كرام لدينا مصاحف طبعه الملك فهد. طبعا المصحف هذا الطبعه الرسميه المعتمده بحارة الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث